مساء الخير مشاهدينا واهلا بحضراتكم طبعا من خلال لقاءاتنا الامنيه المستمره. النهارده احنا بنتكلم على اوجه التطوير والتحديث والمشروعات القوميه والوطنيه التي شهدتها مصر في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقائي مع السيد الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي الاستاذ الزائر بالاكاديميات الشرطيه والعسكريه وخبير مكافحه المخدرات والجريمه المنظمه. اهلا بحضرتك يا فندم معنا. اهلا بحضرتك وفريق برنامج الموقر والساده المشاهدين الكرام. الله يحفظك. طبعا يا فندم يعني احنا محتاجين حلقات كثيره جدا علشان بس نقدر نتكلم على حجم ما تم في مصر من انجازات على ارض الواقع في وقت قصير جدا، لكن هنحاول بقدر الامكان. عايزين نتكلم على اوجه التطوير في كافه مجالات الحياه، في ما يحدث من تحديثات وتطويرات في كافه اجهزه الدوله من خلال استثمار، بنيه تحتيه، مدن جديده، كل هذه الاشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك اثرت موضوع في غايه الاهميه طبعا للمسائل المرتبطه بالوعي المجتمعي والمسائل المرتبطه بالتنميه المستدامه والمسائل المرتبطه بطمأنة الجمهور، احنا ماشيين ازاي وخطواتنا ايه واللي جاي بكره ايه. الشباب عاوز يعرف وضعنا ايه، في وضع تفاؤلي بالنسبه لنا لبكره ولا في بعض الامور اللي ممكن تخلينا يعني قلقانين. الحقيقه بكل بساطه كده عشان المشاهد محتاج يعرف ايه اللي يعني تم بشكل بسيط خالص. لو عملنا مقارنه بكل بساطه من خلال الحقبه من 2014 حتى الان اللي هي 2023 9 سنوات في جزء معين من اجزاء التنميه، وليكن الجزء المرتبط بالبنيه الاجتماعيه، الجزء المرتبط بالبنيه الامنيه، الجزء المرتبط بالبنيه المرافق العامه من كهرباء ومدن جديده وكباري وطرق وغاز ومياه ومشروعات استصلاح مختلفه، الجزء المرتبط بتطوير وتحديث قدرات الجيش المصري، تمام، الجزء المرتبط بتطوير وتحديث وتسليح قدرات الجيش المصري، الجزء المرتبط بالعمق الصحراوي واستصلاح الأراضي، الجزء المرتبط بإقامة أنفاق جديدة، هذه وغيرها وغيرها وغيرها. يعني لو قعدنا نعد ده احنا محتاجين حلقات وحلقات، ولكن نوجز الكلام ده في ايه؟ علشان البعض يعني قد يكون وصله الصورة مش كاملة، والحقيقة لا يلام في ذلك، هو بيقدر وفقا للمعلومات المتاحة إليه في ذهنه، فبيقدر الموقف بناء على حجم المعلومات اللي واصله له. طيب احنا دورنا ايه بقى كإعلام، كمثقفين، كأساتذة الجامعات، كوزارات تعليم، كأوقاف، ان لا نكل ولا نهدأ في هذه الحروب العقلية الباردة التي نتعرض إليها في توصيل المفهوم الصحيح بالظبط، بدون مبالغة، بدون مبالغة وبدون مجاملة وبدون توصيل صورة غير حقيقية للجمهور. لا، احنا بنتكلم عن اللي حصل بالفعل. طيب اللي حصل بالفعل ده الجمهور يشوفوا ازاي؟ الشباب يشوفوا ازاي؟ النهارده في التكنولوجيا اللي موجوده والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئه، ده محور من المحاور اللي بتنقل الصوره على الهواء في الجامعات وفي المرافق الشبابيه وفي مراكز الشباب وفي الانديه عشان يشوفوا بلدهم رايحه على فين. في الرحلات المرتبطه بالرحلات اللي بتتعمل بمعرفه الانشطه الطلابيه في الجامعات، هذا امر بيخلي الصوره الى حد كبير واضحه. يعني ايه؟ على سبيل المثال مثلا لما انا قررت في المنهج العلمي بتاعي اللي بدرسه في الجامعه بصفتي استاذ اداره، عملت فصل اسمه المشروعات القوميه التنمويه كمجال تطبيقي لعلم الاداره. علم الاداره تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه، عناصر او وظائف علم الاداره كمجال تطبيقي كمجال تطبيقي لعلم الاداره. لعلم الاداره بالظبط. هذه المشروعات مستحيل تتم بدون تخطيط، مستحيل تتم بدون تنفيذ، مستحيل تتم بدون توجيه جيد، مستحيل تتم بدون رقابة
جيدة. إذا دي وظائف علم الإدارة الأربعة. فاستطعت تكوين المشروعات القومية دي أو تلخيصها، وعملته كفصل مرتبط بالأمور المعاصرة أو المجال التطبيقي للعلم اللي أنا بدرسه. وعاوز أقول لحضرتك مردوده الإيجابي عند الشباب كان في منتهى الروعة. الطلبة، ده حصل في بلدنا فعلا. العاصمة الإدارية دي فوائدها كذا وكذا 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 وكذا. الأنفاق اللي اتعملت في سينا دي من فوائدها كذا وكذا وكذا. طيب الطرق والكباري، ما كناش نعرف يا فندم ان الطرق والكباري اهميتها في التنمية كذا وكذا وكذا، وفي الاستثمارات الاجنبية والمحلية كذا وكذا، وفي اقامة المدن الجديدة وغيرها وغيرها. وبدأ الشباب يشعر ان في طاقة نور جاياله. وفوجئت لقيت جزء مش قليل عنده الصورة من نتيجة الحروب الأجيال اللي احنا بنتعرض ليها بشكل ممنهج على النت، في محاولة التشويش على المنجزات والإنجازات بصورة أو بأخرى. بالظبط، بالشائعات. ولذلك ده أخطر تحدي حالي هو حروب الجيل، اللي هي حروب الشائعات. بالظبط، حروب الشائعات والتشويه والفتن. دي أخطر شيء النهارده، بدليل ان انا لما طبقت الكلام ده على شريحه الشباب ودول الاف، فوجئت لقيت ان المردود الايجابي للتوعيه هذه والمعلومات اللي خدوها الحقيقه زودت الامن الفكري عندهم بشكل مذهل. مدى اهميه اللي حضرتك بتقدمه لابنائنا الطلبه يا فندم ده؟ اتفضل. مدى اهميته في التوعيه بالنسبه لابنائنا الطلبه عشان بالفعل يكونوا فاهمين، والطالب نفسه يبقى هو اللي يرد على الشائعه بنفسه، ما ينتظرش. ده اللي حصل. عاوز سيادتك يعني الطلبه بعد ما بداوا يعني يستزيد معلوماتهم في هذا الامر، عاوز اقول لحضرتك ان الطاقه الايجابيه اللي تولدت اليهم في بكره بالنسبه لهم بقوا على الوسائل التواصل هم اللي يردوا على الشائعات دي. هو اللي يقدم الدليل على الكلام ده، هو اللي يقدم الدليل المصور او الفيديو المصور لاي حد بيبث شائعه. فده في حد ذاته امن قومي للبلد طبعا، لانه بيحقق الامن الفكري لشبابنا وللنشأة عندنا. والامن الفكري اذا تحقق ده عاوز اقول لحضرتك العماد الراسخ للتنميه المستدامه، العماد الراسخ للامن القومي، العماد الراسخ لتقدم اي امه. هي المساله المرتبطه بالامن الفكري اللي هو التوعيه بالحقيقه، مش التوعيه بحاجه غير حقيقيه، مش التوعيه بحاجه زائفه، مش التوعيه بحاجه فيها تجميل او زياده عن الواقع الحقيقي اللي موجود. لا، كل المطلوب نقل الواقع لشبابنا وللنشء وللمجتمع. الواقع ده فايدته ايه، وهيعود عليا بايه، وهيعود على اولادي بايه، وهيعود على المجتمع بايه. لا شك ان اثناء اجراء العمليه الجراحيه بتبقى هي عمليه جراحيه، مفيش حد بيعمل عمليه جراحيه يستهدف منها الاضرار ابدا لجسم الانسان. العمليه الجراحيه بتستهدف اصلاح شيء معين والوقوف على دعم الصحه الجسديه. طيب احنا دلوقتي بنعمل عمليات جراحيه في البلد مرتبطه بتطوير في التنميه الزراعيه، استهداف الصحراء، اقامه مدن جديده، عمل طرق جديده، اقامه محطات كهرباء جديده. كل دي عمليات جراحيه. العمليات الجراحيه دي قد يكون البعض شويه معتقد ان افاق ونتائج هذه العمليات الجراحيه هيكون الفايده هتبقى سريعه. لا، الفايده بتيجي تدريجي. بعد العمليات دايما بيبقى في اثار البنج، بيبقى في، انا بعمل تشبيه بالظبط، انا فاهم. بيبقى اثار البنج، اثار التغير الجديد، بيبقى في الاثار على الوضع الجديد، بيبقى الجسم يبدا يتفاعل وياخد وضعه في الوقت المناسب ليها. هي دي بالظبط اطر التنميه اللي بتتم. لا جدال ان النهارده محور المراه، محور الشباب، محور المرتبط بالمدن الجديده، محور مرتبط بالزراعه واستصلاح الاراضي وكم الفدادين اللي زياده تم استصلاحهم عن 9 سنوات، من قبل 9 سنوات سابقه.
ما يرتبط توطين الصناعات الثقيله الله ينور على حضرتك. مهمه جدا. الله ينور على حضرتك. ما يرتبط بالبنيه الامنيه او البنيه الشرطيه. معدلات الجرائم كانت ايه وبقت ايه. احصائيات موجوده على النت وموجوده في وسائل الاعلام وموجوده في قطاع الاعلام ما شاء الله في وزاره الداخليه، بيعرض الكلام ده بشكل واضح على الصفحه الرسميه. حتى قريبا كان معالي الوزير في وجود سياده الرئيس في ما يتعلق بحكايه وطن، واثناء عرض سيادته بعد عرض السيد وزير الداخليه الخارجيه اشار بالحقيقه بشكل واضح ومقنع. وزاره الداخليه كانت التحديات الموجوده قبل 9 سنين وضعها ايه، وفي خلال ال9 سنوات الحاليه من 2014 حتى 2023 الوضع ايه، مستعرضا بالارقام وبالادله. الادله يعني ايه؟ الادله المصوره فيديو، مستعرض الاماكن الشرطيه اللي تم تطويرها، التطوير اللي تم في الاحوال المدنيه، التطوير اللي تم في البنيه الالكترونيه والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للجمهور، التطوير اللي تم في النجاح في الاقلال من معدلات الجريمه الجنائيه عام قبل 2014. وقبل كل هذا النجاح الملحوظ والواضح زي شمس النهار للرأي العام المصري والرأي العام العالمي اللي هو دحض الإرهاب وتكفيف منابع الإرهاب. طبعا ده تم ازاي؟ تم اولا خلينا نتكلم في سيناء، كان الدور البارز فيه الحقيقة لقواتنا المسلحة في خلال 9 سنوات اللي عدت بمعاونة جهاز الشرطة، وده كان له مردوده الرائع على التنمية. لذلك انت النهاردة التنمية في سيناء يعني واخذ قرار التنمية في سيناء ده قرار استراتيجي في منتهى الوطنية. ليه؟ حتى البعد الحادث دلوقتي والواقع دلوقتي بما يترتب من أحداث غزة وما يثار من مسألة التهجير أو محاولات أو التفكير أو الإشارة في تهجير الفلسطينيين أو جزء من الفلسطينيين لأخذ قطعة من أرض سيناء كما يتوهم البعض. ده يعني الحقيقة كان رد فعل القيادة السياسية والسياسة المصرية واضح ومباشر وقوي وجريء وثابت ومحترف وذكي الحقيقة. وتجلى الكلام ده في لقاء مع المستشار الألماني، والبعض يعني قد يتساءل لماذا السيد الرئيس أثار هذا الموضوع في وجود المستشار الألماني أو في المؤتمر الصحفي اللي عمله المستشار الألماني. أنا طبعا من وجهة نظري إن ده ذكاء الحقيقة وذكاء كبير واحتراف كبير جدا سيادة الرئيس في إضفاء نوع من توصيل المعلومة للرأي العام الأوروبي. أعلنها السيد بشكل عام. بالظبط يا فندم. ليه؟ لأن الآلة الإعلامية الألمانية، وألمانيا دي أبرز أحد الدول صحيح. الأوروبية الكبرى، والآلة الإعلامية الأوروبية متفوقة عندها جدا. بتلقي الضوء على الزيارة كزيارة وعلى المؤتمر الصحفي كمؤتمر صحفي بصفة رئيس دولة ألمانيا موجود أو المستشار الألماني موجود، وبالتالي كل ما يثار في المؤتمر الصحفي لازم هيلقى عليه الضوء. فقيام سيادة الرئيس ببراعة سياسية ودبلوماسية رائعة في المضي قدما باستخدام هذه الورقة الضاغطة في إطار الأطر الدولية والسياسية بعرض الحقائق على الرأي العام الأوروبي اللي ممكن في الوضع العادي الأمور قد لا تصل إليهم بسهولة. في الأمر ده حط المجتمع الأوروبي في مسؤولياته. بالزبط. أنا بلقي عليكم مسؤوليات محددة 1 2 3 4 وخط أحمر. النهاردة أرض مصر خط أحمر، مفيش شبر هيروح من مصر أو هيفكر في حل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية. القضية الفلسطينية تتحل ما بين فلسطين وإسرائيل وفقا لثوابت حل الدولتين. القدس الشرقية عاصمة العودة لحدود 67 يوليو 67 والعودة لحدود 4 يونيو 67. دي ثوابت معلنة في السياسة. طيب هل هي معلنة من زمان ولا جديدة؟ لا، هي موجودة من فترة، ولكن استحداثها
في النقطة المرتبطة بمحاولة التفكير في التهجير القسري للفلسطينيين لما يسمى إقامة في جزء من سيناء وما شابه. فده خط أحمر بالنسبة للقيادة السياسية المصرية، بالنسبة للشعب المصري، بالنسبة للعقيدة العسكرية وقواتنا المسلحة. طب يا فندم، احنا يعني جايز دخلنا شوية، لا، ولكن ده من إطار التنمية، مهمة طبعا. ده في إطار التنمية. يعني رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستقبلية، يعني هو كان سيادته شايف مستقبلا ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي كان مخطط لينا. فانا سيادته طلع وطمن الناس مفيش اي مشاكل الحمد لله. بالظبط. هي دي الرؤية المستقبلية اللي عايزين نوصلها للشباب. ده أنا عاوز أقول معليك على جزء مهم. التنمية المستدامة التي حدثت في خلال ال9 سنوات الماضية هي في حد ذاتها هي رؤية مستقبلية شديدة الحكمة في المواقف والتحديات اللي بتحصل لنا دلوقتي. بالظبط. قولا واحدا. مظبوط. يعني النهاردة أنا بقى عندي 4 أنفاق بالإضافة للنفق الخامس اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي. بقى عندي 5 أنفاق. 5 أنفاق توصلني في سينا، بدل ما كنت أوصل سينا في معدل مثلا 2 ساعة، لا توصلني سينا دلوقتي في معدل 1 ساعة إلا ربع. التوقيت طبعا في التنمية وفي غير التنمية شيء في غاية الأهمية. النهاردة الطرق والكباري اللي اتعملت، طرق والكباري اللي طبعا وجهت ببعض حرب الإشاعات. البعض كان ينزل على النت من الخلايا الإلكترونية المتطرفة بدل الطرق والكباري، طيب كان يعمل لنا مستشفى في الحتة الفلانية، طب كان يعمل لنا مدرسة في المكان الفلاني. طبعا المواطن البسيط حجم زي ما قلت حضرتك المعلومات عنده مش كافية لأنه هو يقيم الأمور، فهو بيرد رد يعني منطقي وفقا لمعلوماته. يقول أيوة فعلا المدرسة كانت أهم، المستشفى كانت أهم، ومش مدرك ان هذا الطريق وهذا الكوبري اللي هو ذاته السبب الرئيسي اللي بيجيب الشركات الأجنبية يفتحوا مصانع عندنا، اللي المدن الجديدة مش هتشتغل إلا بوجوده، اللي الأمن القومي الاستراتيجي للوطن هيبقى قائم على دعائم متعددة، منها وجود الطرق والكباري الميسرة للمواصلات والتواصل والحضور هنا والاستثمار والسياحة والزراعة وغيره وغيره وغيره. وبالتالي هو أساس، وما يأتي بعده هو منبثق منه. يعني ما ينفعش أعمل مستشفى في وسط الصحراء بدون طريق، ما ينفعش أعمل مدرسة في وسط مكان بدون ما جهز لها المرافق المناسبة. حتى المستثمر لما يجي يقيم الكلام ده، وشركات الاستثمار بتيجي تقيم الكلام ده في دراسات الجدوى بتاعتها، بتحط الحقيقة دعائم إيجابية للكلام ده وتاخد هذا القرار. ظهر في هذه الأزمة أهمية هذا الكلام، وظهرت قدام الرأي العام يعني إيه التنمية اللي بتتعمل وإيه هدفها وإيه التوسعات اللي إحنا مشينا بيها. فقعدنا لو اتكلمنا عن التنمية بكل مراحلها ده احنا هناخد حلقات كتير. صحيح. قوي قوي قوي. هذا الوطن يحتاج منا العمل وبذل الجهد ومواصلة الليل بالنهار للعبور به آمنا. إننا في لحظة فارقة من تاريخ الأمة، لحظة عبور الجسر ما بين التحديات والإنجازات. ما قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو حضرتك يعني فترة بسيطة جدا جو بايدن الرئيس الأمريكي هينشئ عاصمة إدارية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهينشئ مدن جديدة زي ما مصر عملت بالظبط. يا فندم المدن الجديدة ده متنفس جديد للأجيال. احنا بنزيد قد ايه كل سنة، وبالتالي بنزيد قد ايه كل 5 سنين، وبالتالي بنزيد قد ايه كل 10 سنين، وبالتالي الأجيال اللي كان عنده 15 سنة من 10 سنين بقى عنده 25 سنة صحيح. دلوقتي ده غير الزيادة اللي تمت. فعندنا زيادة في العمر، وبالتالي زيادة في العمر دي بيقابلها متطلبات مرتبطة بشقة، مرتبطة بتوظيف، مرتبطة بعمل، مرتبطة بأندية، مرتبطة بمستشفيات، مرتبطة بجامعات، مرتبطة ببنية أساسية، مرتبطة بكهرباء، مرتبطة بمية، مرتبطة بغاز. الكلام ده احنا مش بنزيد كل سنة 100-200 بني آدم، ده احنا بنزيد فوق 1,000,000 وشوية كل سنة. احنا بنزيد دولة، احنا بنزيد دولة. الزيادة دي مع مرور الوقت
كل 5-6 سنين بيقابلها زياده عمريه، وبالتالي الاحتياجات بتزيد. طيب انا بفكر للمستقبل ازاي لو انا عايش بنفس معدلات المدن بتاعتي، بنفس معدلات المساحه الزراعيه بتاعتي، بنفس معدلات الجامعات والمدارس بتاعتي. طيب يبقى انا مش ماشي مظبوط. لكن لما اجي النهارده اقارن، انا عندي النهارده كام جامعه حكوميه وخاصه واهليه وفروع الجامعات الاجنبيه؟ عندي حوالي 96 جامعه. طيب قبل 2014 كانوا كام جامعه؟ ما يكملوش 50. طيب يبقى اذا النهارده انا ماشي بشكل متوازي مع التنميه، بشكل متوازي مع التنميه السكانيه اللي الزياده السكانيه بتاعتي، وبالتالي انا ماشي في الطريق المظبوط. طيب المضي قدما في التنميه دي الكيانات الخارجيه او الداخليه اللي بتواجه مصر، لما تنظر لهذه التنميه بشكل تعلم انه سوف يحقق مزيد من الاستقرار ومزيد من التنميه بالظبط. ومزيد من الامن القومي للوطن، هيكون المواجهه ايه؟ لا، ابدا اشتغل على الحروب الفكريه، ابدا شغل خلال الالكترونيه بتاعتنا على تشويه الطريق الفلاني، على تشويه الكوبري الفلاني، على تشويه الحادثه الفلانيه ابرزها. على فكره برضو احنا مش في الجنه، وارد جدا وارد جدا انا عندي 1000 مشروع عملته، وارد جدا من ال1000 دول يطلع 5 أو 6 أو 10 مشاريع يفشلوا. وارد، ما انا بني ادم، ما احنا بشر، قد يكون تقديري مش 100%، قد الظروف تكون خرجت عني. فوارد جدا ان ال1000 مشروع اللي انا عملتهم يبقى في 1000 الا 10 هم اللي ناجحين و10 فاشلين. وارد، ما انا جوه البيت عندي وجوه اسرتي في قرارات باخدها صحيحه، وفي بالظبط. قرارات بتطلع فيها نوع من السلبيه. طيب لما انا اجي اركز على ال10 مشاريع من ال1000 مشروع، ايه ال10 اللي فيهم سلبيات، واسيب الباقي، يبقى انا غرضي ابث التشاؤم من المجتمع، احارب المجتمع نفسيا، ابث طاقه الاحباط للمجتمع، وبالتالي الاهتزاز، وبالتالي ان انا ببص الشر للناس، وده كلام ما يرضيش ربنا، يبقى ده كلام عدائي. طيب يبقى لازم احنا يبقى متواجدين مع الناس ونقول لهم الحقيقه ايه من خلال البرنامج اللي سيادتك بتعمله، قنوات التلفزيون ما شاء الله. فاذا محتاجين ان الوسائل المرتبطه بالشباب، وبالذات دايما انا يعني اركز على موضوع الجامعات، لان عندنا ملايين من الطلبه والشباب اللي عندهم رؤيه وعندهم حماس وعندهم حب تطلع، يعرفوا الحقائق ايه من خلال، مهم جدا انا عاوز اخليها او رؤيتي في هذا الامر ان انا اخليها من خلال الجامعه اولا. طيب انا هقف عند نقطه من خلال الجامعه، ويعني مدى اهميه الاستاذ الجامعي هنا، او عدم التزام، او هنقول يعني الاستاذ الجامعي ما بقاش مرتبط فقط بالمنهج زي ما بنقول، او بالمقرر او بالماده اللي بيدرسها. هناك واجبات اخرى على الاستاذ الجامعي طبعا اللي حضرتك بتعمله دلوقتي داخل طبعا الجامعه. طبعا هل ده بيتم تنفيذه يعني، ومدى اهميته بالنسبه أكيد للتنوير والوعي الفكري للشباب؟ تمام يا فندم. هو اولا ده موجود في السياسه العامه لوزاره التعليم العالي، اللي هو الدور المرتبط، الدور المجتمعي، والدور المرتبط بمعايشه قضايا العصر، والدور المرتبط بتنميه المجتمع. ده موجود على فكره، والحقيقه احد مستهدفات الجوده التعليميه، واحد الامور اللي بيتم التفتيش عليها ومراجعتها، وعندما يتم تقييم مؤسسه تعليميه جامعه او معهد عالي او كليه، احد المحاور اللي بيتم تقييمها الكلام ده، مدى التحديث في المناهج التعليميه ايه، مدى قيام الاستاذ الفلاني بمعايشه قضايا العصر، مدى الاهتمام المعهد الفلاني بقضايا التنميه ومشاكل التنميه والتوعيه في امور مرتبطه بمشاكل المجتمع. كل ده موجود في سياسه وزاره التعليم العالي، ولكن هناك فرق ما بين الموجود في اللوائح وموجود في الانظمه، واحيانا التطبيق العملي يعني قد بتبقى الامور مرتبطه بالتعايش الواقعي بقى. يعني الاستاذ الجامعي حقيقه زي اي مهنه، انت في علاقه ما بينك وما بين المولى عز وجل، في ايدك انك تخلص اخلاص كامل وتطبق الكلام ده بشكل كامل وبشكل انت
تكون مقتنع جدا بالامر ده، وان انت بتقوم بدور تربوي، دور ديني، دور انساني في تنميه الامن الفكري لاولادك ولشبابك، من خلال انت ماده اداره بتقدر تحط فيها بعض المشروعات وبعض الامور اللي بتدعم وتتناغم مع هذا الامر. ماده مرتبطه بالعلوم السلوكيه او علوم الاجتماع او تحط قضايا المجتمع اللي حصل فيها تنميه في هذا الامر، وبالتالي ده امر الحقيقه مفيد جدا للمجتمع. استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، تطوير المنظومة الأمنية والخدمية، الارتقاء بقدرات العنصر البشري. احنا أنشأنا مركز للدراسات الأمنية والاستراتيجية، وده يماثل أحدث المراكز المتطورة اللي موجودة على المستوى الدولي اللي معني بنفس هذه الاختصاصات، ومربوط بشبكة مؤمنة بغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن، علشان يجمع المعلومات ويحللها ويضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر. ومن مهام هذا المركز أنه هو يتنبأ بالقضايا ذات البعد الأمني أو اللي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعدا، ووضع التوصيات للإجراءات اللي واجب اتخاذها واللي احنا بنسترشد بيها في وضع السياسات الأمنية. أنشأنا مركز للمعلومات وإدارة الأزمات، وارتبط بغرف الأزمات بمختلف أجهزة الوزارة، ومعني هذا المركز بتحليل المعلومات والتتبع الآلي لمختلف مركبات الشرطة أثناء أدائها لمهامها، علشان نقدر نقيم الأداء الأمني، ونقدر نقول إن بهذه التقنيات بنقدر نضع تقييم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالتها الأمنية، واللي احنا ممكن نقدر نحط لها الخطط الأمنية المناسبة ليها. أيضا من برامج التنمية من خلال المبادرات الرئاسية ونجاح مبادرة حياة كريمة وكلنا واحد، والكثير من المبادرات التي تخص المواطن وخاصة المواطن البسيط. عايزين نتكلم على نجاح حياة كريمة في تحقيق حياة للمواطن البسيط، وإن شاء الله كده وصلنا للقضاء على العشوائيات من خلال إنشاء مدن جديدة، بحيث إن فعلا المواطن يبقى عايش بالفعل حياة كريمة. حضرتك أثرت محور مهم من محاور التنمية اللي بتتم واللي تم جزء منها كبير، اللي هو المشروع القومي لحياة كريمة. وطبعا هذا المشروع من المشاريع الرائدة، وهو مشروع تاريخي في التنمية، بمعنى هو مشروع يستهدف القرى والعزب والنجوع والأهالينا اللي موجودين في الريف المصري بشكل مباشر وبشكل يعني جايز كان فيما سبق الأهالي هذه المناطق كانوا بيتضرروا من التركيز على المدن والتركيز في الخدمات على المدن وعواصم المدن. لا، اصل احنا في القريه فلانيه الخدمات توصل لنا كذا، احنا في العزبه الفلانيه احنا، وكان ده امر حتى كمان بيدفعهم للهجره من القرى والعزب الى المدن للبحث عن خدمات افضل في هذا الامر. لا، سياسه الدوله طبعا في الفتره اللي فاتت كانت رائعه في المشروع القومي المرتبط بحياه كريمه. بعيدا عن تكاليف المشروع ده هيتم ايه، لا، فتحت يعني التخصيصات الماليه لهذا المشروع التاريخي الضخم اللي بيحقق الامن النفسي والمعنوي والذهني للمواطن البسيط من خلال دعم المرافق الاساسيه عنده في القريه، كهرباء، مياه، غاز، دعم توصيل المياه النظيفه ومياه الشرب ليه بشكل امن، دعم المتطلبات الإنسانية الأصيلة من الأمور المرتبطة بكل المرافق اللي يقدر توصل له، منها الطرق طبعا. ده أمر يحقق إيه؟ يحقق أولا للمواطن
قيم المواطنة بيحسها صحيح. بشكل حقيقي وواقعي، وبالتالي بينخرط انخراط كامل لما بيشوف الكلمات بيؤدي دي الاستقرار. مقدمة ليه، وبالتالي بيحقق نوع من أنواع الدعم الكبير له اللي بيؤدي لاستقرار المجتمع. وشفنا ده طبعا في الصعيد وما يعني حدث في بالظبط الصعيد يا من فندم. خلال، يعني شوف الصعيد زمان كان ايه في ودلوقتي. الصعيد وفي الدلتا آه. وفي العمق الريفي المرتبط سواء بشمال هنا أو الجنوب هنا، فالأمور الحمد لله. لو اتكلمنا برضو يعني طبعا احنا اتكلمنا عن سينا، بس سينا محتاجه يعني وقت كبير جدا ان احنا نتكلم فيها. بس حضرتك اشرت الى ان يعني ارض الفيروز دي اللي اتروت بدماء صحيح. شهدائنا طبعا، وقد ايه هي غاليه على مصر طبعا، وما يقوم به سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمليه اعمار والتنميه وانشاءات ومصانع. يعني في تغيير في كل حاجه في مصر للاحسن والافضل. بس على فكره يا فندم، كل ما تصل للاحسن والافضل كل ما تحارب اكثر واكثر. عاوز اقول لحضرتك شيء في غاية الأهمية، لا بشكل عام. أي مميز وأي كيان، سواء الكيان ده طبيعي أو كيان اعتباري، بيصبو إلى الطموح وبيصبو إلى النجاح وبيصبو إلى التميز وبيصبو إلى تحقيق مستهدفات. وضع طبيعي نحن في الدنيا قد يقابله تحديات، مش قد، ده أكيد هيقابله تحديات، منها تحديات زي ما بيقولوا كده الحميدة والتحديات الغير حميدة قولا واحدا. فإذا النهاردة مصر بتصبو في نقل سينا إلى مجتمع عمراني وسكني وزراعي وسياحي وتعليمي، ينخرط في البنية المستدامة للدولة وينسجم ويتلائم معها في البنية المستدامة للدولة قولا واحدا. هذا التوجه قد يكون بشكل معلن أو غير معلن لدى آخرين سواء في الخارج أو الداخل غير مرغوب فيه تماما، وبالتالي هو يستخدم أدواته عشان يحاربك. طيب أنت صلد وأنت وطني وأنت بتحقق الأهداف بشكل فيه فاعلية وفي إصرار على هذا الأمر، بتواجه برضه بحروب مستجدة وهجمات إرهابية. عاوز أوضح قد تكون الحروب دي حروب اقتصادية، هي في المقام الأول حروب اقتصادية، قد تكون حروب معنوية ونفسية، قد تكون حروب أمنية زي موضوع الإرهاب وغيره وغيره وغيره. ما هي 1 + 2. الإرهاب ده مين اللي بيدعمه ومين اللي بيموله، والتنظيمات دي مين اللي بيدعمها وهدفها إيه بالظبط. طيب قد تكون حروب اجتماعية زي المخدرات، تمام، مدمرة للمجتمع. طيب ما نقعد كده نشوف يعني بدل ما البعض بيتقاتل على أشياء معينة خاصة بالديمقراطية وخاصة بكذا، طب احنا عاوزين نتحد في العالم عشان نقدر مخدرات،
مثلا. صحيح. بدي امثله في هذا الامر. فاذا الله المستعان، ربنا ييسر. إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية دورها المجتمعي في رفع وعي المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات، تواصل الوزارة تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية الموجهة للكوادر الإدارية بالدولة، حيث نظمت ورشة عمل للعاملين بوزارة التنمية المحلية، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول. استمرت فعاليات ورشة العمل على مدار 5 أيام بحضور خبراء ومتخصصين في هذا المجال، تطرقوا في محاضراتهم إلى كل ما يتعلق بمخاطر الشائعات على المجتمع وحروب الجيل الرابع التي تهدف إلى إسقاط الدول، وكيفية التصدي لها من قبل أفراد المجتمع بعد تحصينهم فكريا للرد عليها ومواجهتها. من ابرز الحاجات اللي عجبتني في الورش الصراحه واللي استفدت منها ان هي فهمتني ازاي انا كموظف اداري تابع لوزاره حيويه زي وزاره التنميه المحليه، ازاي ان انا اقدر اواجه اي حاجه ممكن تمس باستقرار الدوله من مكان عملي. طبعا عرفنا اشكال كتيره من حروب الجيل الرابع، من حروب نفسيه، من ذكاء اصطناعي، ازاي بنتواجه داخليا وخارجيا من قوة أخرى. الجديد اللي أنا استفدته إن أنا ما انساقش ورا الشائعات والسوشيال ميديا، وإن لو في أي معلومة على السوشيال ميديا لازم الواحد يدقق فيها كويس جدا. في اختلاف في المحاضرات نفسها، مش مركزة كلها في موضوع واحد بس، هي بتساعد الورشة بالكامل، بتحاول إن هي تديك معلومات مختلفة. وقد أشاد المشاركون في ورشة العمل بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي والتعريف بالإنجازات الوطنية وبناء مجتمع محصن فكريا قادر على التصدي لمحاولات هدم الدول واستهدافها بالشائعات الهدامة. فهموا يعني ايه امن قومي، يعني ايه احنا ازاي بنتعرض لحروب مختلفة، مسمياتها مختلفة، انواعها مختلفة، منها احنا لا نعيها. استفدناها في الورشه هنا جدا. دورنا احنا اللي جاي اللي احنا ننقله للناس. شكرا لوزاره الداخليه ان هي عملت ورشه العمل ديت، البرنامج ده رائع. ما كنتش متوقعه ان في كميه الخبرات والعلميه اللي استفدنا بيها في الكورس دوت او ورشه العمل ديت. معلومات يعني لو قعدنا سنين بره عشان ناخدها، اتلمت هنا في خلال الورشه كلها باعلى مستوى، باعلى دقه، باعلى كفاءه. انا اشكر كل قيادات الشرطه والداخلية على المقابلة الجميلة والورشة العمل المنظمة جدا اللي احنا فيها. وتأتي هذه الورشة استمرارا للمبادرات التوعوية التي تنظمها وزارة الداخلية وتستهدف بها فئات المجتمع، ونجحت من خلالها في بناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات الهدم والتشكيك في الثوابت والإنجازات الوطنية. سيد الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، إذا كنا يا فندم بنتحدث على أوجه التنمية، وزي ما قلت لحضرتك أو زي ما حضرتك أشرت إن كل ما تتقدم كل ما ستواجه بالكثير من المعوقات وكثير من المشكلات، محاولات لإيقافك أو رجوعك إلى الصفر من جديد، ولكن ما حدث هو العكس. وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكدوا على ما يتخذه من قرارات حفاظا على الشعب المصري، حفاظا على الأرض المصرية، وهذا ما شهدناه من تفويض من الشعب المصري لفخامة الرئيس. صحيح يا فندم. بالرغم طبعا من التحديات الكبيرة اللي بتتعرض ليها البلد في أمنها القومي على مدار السنوات اللي عدت كلها، وحتى على المستوى الأمن القومي القريب، الدائرة القريبة مننا، شوف حضرتك تحدي سد النهضة، شوف تحدي السودان، شوف تحدي ليبيا. هذه التحديات والملفات دي كان من الممكن أو من المحتمل حسبما كان يتصور البعض إن ممكن ندخل فيها أو نتورط عسكريا فيها أو ولكن الرؤية حقيقة، رؤية كانت عميقة وسديدة وذات بعد استراتيجي مهم، وذات بعد إقليمي وبعد سياسي وبعد دولي في غاية الأهمية، وتم الحفاظ على قدراتنا ومقدراتنا بحكمة ومضي قدما
في باستخدام ورق ضغط مختلف، ورق دولي مختلف، ادوات قوه مصريه مختلفه. والحقيقه ظهر الكلام ده النهارده في التصريحات الاخيره اللي قالها سياده الرئيس، وبالتالي اللي شعبه تقريبا بنسبه 100% وقف جنبه في هذه التصريحات، لانها تصريحات مرتبطه بارض مصر، وبالتالي ارض مصر هو عرض مصر قولا واحدا، في اجماع كامل في هذا الامر الحقيقه. وده هذا الاجماع اعطى للدوله المصريه قوه ونفوذ، بالاضافه لقوتها ونفوذها اللي موجوده بالاصل، ولكن اعطاها مزيد في هذا الملف. وده ظهر جالي جدا في دعوه الرئيس للمؤتمر للسلام القاهره، اللي في خلال 48 ساعه و72 ساعه قادت او جزء كبير، ما يقرب من 32 جزء كبير من قاده او جزء مش قليل عشان يبقى اللفظ دقيق، من قاده العالم وممثلي الحكومات ورؤساء الحكومات ووزراء خارجيه في الدول جم وحضروا لبوا الدعوه. انت حضرتك لو ما كانش ليك القوه والرياده والثقه ما كانش هيجي لك دول العالم عندك عشان تجتمع معاك وتنظر امر. وبالتالي اعطى وضع مصر الحقيقي ايه في المنطقه، وان لا سلام ولا تفاوض ولا حوار ولا تهدئه ولا حل المشاكل المنطقه بدون مصر. وده كان واضح جدا. طبعا انا سعدت بهذا اللقاء. اتوجه بخالص الشكر للدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، استاذ زائر بالاكاديميات الشرطيه والعسكريه وخبير مكافحه المخدرات والجريمه المنظمه. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم والساده المشاهدين الكرام.